السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقه جديده من مناش ستوديو. رجعنا تاني بعد غياب شويه مش كتير يعني. خليني اقول لكم انا ان شاء الله ناوي على ايه الفتره الجايه في القناه هنا. انا حابب ان انا اعمل بودكاست يكون مبني على اسئلتكم او مشاكلكم اللي انتوا بتبعتوها لي على الانستجرام. والبودكاست ده مش حابب بس ان هو يكون عن مثلا التصوير او صناعه المحتوى او الفيديو، لا، حابب برضو ان هو يكون فيه جزء جنرال او عام، ويبقى فيه جزء تاني برضو متخصص في الحته اللي هو الكرييتيف فيلد بشكل عام. فانا نزلت ستوري على الانستجرام، سالت الناس، قلت لهم يكتبوا لي اسئله، اي حد عايز يسالني على اي حاجه عامه بشكل عام في الحياه، وحطيت اسك تاني يسالوني بقى اي حاجه ليها علاقه بالمجال الكرييتيف وهنتكلم فيهم مع بعض يعني. مش عايز اطول قوي، خلينا نبدا على طول. فنبدا بالاسئله العامه ونشوف الاسئله اللي جات لي. انا عندي مشكله التسويف وللاسف بتخليني ما اعملش حاجات لنفسي، بس برضه بتبقى في عوامل مش مساعداني اني اكمل في الحاجه. والله مشكله التسويف دي مشكله كل الناس، واكتر حد انت ناجح انت بتشوفه هتلاقيه ان هو عنده مشكله التسويف دي. فما فيش حد عنده المشكله دي وحد ما عندوش، لا، هو كلنا تقريبا عندنا المشكله دي. ولكن الشطاره بقى ان انت تعرف تتصرف معاها، تعرف ان انت ما تخليهاش تاثر على حياتك. يعني انت ممكن تسوف لدرجه ان هي تاثر على حياتك، وممكن يبقى عندك مشكله التسويف ولكن بتلحق نفسك قبل ما الدنيا تبوظ. يعني انا مثلا ممكن مثلا انا عندي تصوير مفروض فيه حلقه هتنزل يوم الخميس الجاي مثلا، فانا المفروض ان انا اصور مثلا يوم السبت مثلا او الحد، واقعد بقى ايه، عندي مونتاج 2 و3 و4 عشان الحلقه تنزل الخميس، والحق ارفعها واعمل الثامنيل الديزاين بتاع الصوره بتاعت الفيديو والكلام ده كله. فانا ممكن اجي يوم السبت عندي مشكله التسويف دي وعمال اجل وبتاع، ممكن ابدا الحد، ممكن ابدا الاثنين. ولكن بقى ايه الفكره، ان انا الحق نفسي قبل ما يجي الديدلاين او الميعاد اللي هيحصل لي فيه مشكله لو انا ما وصلتش لده. فمشكله التسويف دي موجوده، ولكن انت لازم تتعامل معاها. مش هقدر اقول لك ازاي لان كل واحد حسب شخصيته. انت بقى ايه، شوف ايه اللي بيحركك، ايه اللي ممكن يحفزك. هل انت مثلا بتحتاج ان يبقى في قدامك جدول؟ انا مثلا بالنسبه لي انا بيحركني ان انا اعمل صح كده اخر اليوم على الحاجات اللي انا خلصتها، عامل كده على نوشن او على الموبايل على اي نوت كده، تشيك ليست كده، واللي هو ايه، انا النهارده عندي كذا 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 كذا، واعمل صح على الحاجات اللي ايه اللي انا خلصتها. ده بيديني احساس كده في اخر اليوم بالانجاز، فده اللي بيحركني. فانا ببقى عايز اخر اليوم ان انا ابقى عملت صح على كل حاجه. غير كده لو انا مش عامل البتاع دي، انا في حرفيا ممكن اقعد شهر ما اعملش اي حاجه يعني اقعد فضل قاعد على الكنبه هنا كده طول الشهر. فانا اللي بيحركني ان يكون في التزام تجاه مثلا تو دو ليست او حاجه انا كاتبها لنفسي. كل واحد بقى بشخصيته. انت ممكن محتاج حد معاك يكون يساعدك في الحاجه اللي بتعملها دي، يكون معاك. لو مثلا التسويف ده ليه علاقه بالجيم، يبقى انت مثلا ممكن محتاج واحد صاحبك يروح معاك يشجعك. كل واحد حسب شخصيته وحسب الموقف اللي انت فيه. فهي مشكله موجوده عند كل الناس، بس الفكره ان انت تعرف تتعامل معاها. طيب نفسي اغير الكارير كله بس خايف ما انجحش واكون خسرت كل حاجه. طبعا لازم تخاف اكيد يعني، لان تغيير الكارير الصح يعني ان انت ما بتنقلش نقله الكارير بقى النهائيه غير لما انت تكون حققت نجاح في الكارير التاني. بمعنى ان انت ما تكونش مستقر في شغل وعندك مرتب ثابت وحاسس بملل وحاسس ان في شغلانات تانية مثيره اكتر بالنسبه لك، فتروح سايب الاستقرار اللي انت فيه ورايح رامي نفسك في حاجه تانية انت مش عارف الدنيا فيها ايه، ولا عارف هتعرف تحقق فيها نجاح في خلال قد ايه. يعني ممكن مثلا الحاجه التانية دي هتنجح، بس مثلا محتاجه منك شغل سنتين 3 4. فانت لما تيجي تعمل كده هتلاقي نفسك فجاه انت ما وقفت بقى مصدر دخلك، والحته ان انت قاعد مطمن ان انت اخر الشهر هيجي لك دخل معين. وساعتها هتكره الكارير التاني لان هتحس ان هو ما بيدكش حاجه، وهترجع تاني للحاجه اللي انت بتعملها ايا كانت الروتينيه اللي انت ما بتحبهاش. فالفكره ان انت وانت شغال في دي تحاول ان انت تطلع اي وقت ان انت تشتغل على الكارير اللي انت نفسك فيه. واول ما يبدا المكنه تجيب قماش وان انت بقى محتاج تدي لده وقت اكتر علشان هيجيب لك عائد اكبر، فساعتها ممكن تفكر ان انت تشيفت الكارير. بس ما تروحش سايب كل حاجه وتروح عامل شيفت الكارير، قرار مش حكيم خالص يعني. ازاي اقلل من استخدامي للسوشيال ميديا او الموبايل في العموم لانه بياخد حجم كبير جدا من وقتي وحياتي التعليميه بدون ذكر اسمي؟ الفكره ان يعني انا الشخص الغلط تماما نتسال السؤال ده. انا بعاني من نفس المشكله دي بشكل غريب، بشكل سيء. بقعد ساعات على الموبايل في اليوم بالثمان والتسع والعشر ساعات في اليوم، حاجه يعني قمه السوء. ولكن هو الموضوع تعود، انا اتعودت عليه. مثلا بالنسبه لي ان انا بحب اقلب في السوشيال ميديا اشوف فيديوز، بس ده فعلا مشكله. انت متخيلين ال10 ساعات دولت لو انا استغلتهم في حاجه تانية، او ان انا مثلا سمعت فيهم فيديوهات مفيده او قريت فيهم حاجه او سمعت بودكاست مفيد او اتفرجت على كورس، يعني انا حرفيا هبقى في حته تانية. اول حل للمشكله دي ان انت تعترف ان هي مشكله. فكون ان هو بيسال السؤال ده فمعنى كده ان هو معترف بالمشكله، ودي حاجه كويسه جدا. الحل انا بالنسبه لي صراحه اللي جاب معايا من الاخر ساعات بعمله، وهو في السامسونج اسمها مودز.
تمام، بدخل على المودز دي كده، وفي كذا مود بقى مختلف. المودز دي مثلا ايه، مود الشغل، مود النوم، مود البتاع. فانت تدخل على كل مود من دول وتعمل له كاستمايزيشن او تنسقه حسب حياتك. يعني مثلا انا في مود المود عندي مثلا بتاع الشغل ده، انا بحتاج ان انا اقفل فيه السوشيال ميديا مثلا، بس في نفس الوقت عايز برضو اسيب ابلكيشن الكاميرا عشان عايز اصور حاجه، لو عايز اصور حاجه مثلا بسيب ابلكيشن الترو كولر عشان لو جالي مكالمه عارف مين اللي بيتصل. ما ينفعش ان انا اروح اقفل كل الابلكيشنز، فلا انا في حاجات بالنسبه لي مهمه طول الوقت تبقى شغال. بس الفيسبوك عايزه يبقى مقفول، الانستجرام، التيك توك طبعا، اليوتيوب بقفل بقى كل الحاجات دي. فكل ما انا ايام امسك الموبايل وانا عامل المود ده، فبلاقي الابلكيشنز ايه، رصاصي بالشكل ده كده، فاهمين قصدي؟ ولو لما اجي افتحها فيقول لي ايه، تعمل مود وبتاع الورك والكلام ده. فدي زي خطوه كده اكسترا كده، ان انت لما تيجي بقى تفتح تنسى الواحد متعود كده تلاقيه لوحده كده فتح الموبايل وفتح السوشيال ميديا لو هو عنده العاده دي، فتلاقي قدامك المنظر ده، فتروح على طول ايه، تفتكر انت ليه عملت المود ده، فتسيب الموبايل وتروح تشتغل. يعني مشكله لكل الشباب، ازاي يعمل على زياده دخله بديل للسفر للخارج. والله زياده الدخل مرتبطه بزياده المهارات. بمعنى ايه؟ اوبشن اصلا زياده الدخل ده زمان ما كانش منتشر قوي. يعني زمان كان الحياه ابسط من كده. يعني كان الواحد بيشتغل ويخش كليه، يتخرج، يشتغل في وظيفه في مرتب معين ايا كان بقى هو كام، بيمشوا حياتهم عليه. الزمن دلوقتي مع الانفتاح والتغير والانترنت والكلام ده، فبقى في حاجه اسمها ان الواحد يزود دخله او ان الواحد يشتغل على نفسه. انت ممكن النهارده تكون شخص مثلا عادي جدا متخرج من كليه مفيش اي حاجه في اللي هو المسار الطبيعي، تيجي كمان 5 سنين مثلا تبدا تشتغل على مهارات معينه او حاجه جديده، تلاقي نفسك كمان 5 سنين تقول انا شغال مش عارف اي سبيشالست في شركه اونلاين، ما اعرفش بتحصل والله. بس الموضوع ده الفكره ان هو مش لكل الناس. يعني في ناس ما عندهاش القدره دي، في ناس ما عندهاش قدره ان هي تستثمر وقت ومجهود في حاجه هي لسه مش شايفاها، وفي ناس عندها الموضوع ده، هي عندها حب الفضول وتقعد تحرق في حاجات وكل الناس حواليها شايفه ان هي بتعبط. يعني في مسار طبيعي هو اللي هو التقليدي اللي كل الناس ماشيه عليه، وفي مسار تاني كله مطبات ومشاكل وكده، فالناس اللي حواليك ما بتكونش فاهمه انت بتعمل ايه. فالفكره بقى، هل انت هتعرف تعافر لحد ما توصل ان انت تكون عندك مهاره تقدر ان انت تزود بيها دخلك، ولا هتمشي في المسار التقليدي اللي مرسوم لك واللي الناس رسمه لك؟ فانا حاسس ان انا طلعت بره السؤال شويه، ازاي يعمل على زياده دخله، ان هو وهو شغال في الحاجه اللي هو بتجيب له دخل دلوقتي يتعلم مهارات تانية، يتعلم كورسات ايه تحديدا بقى، كل واحد حسب شخصيته. ما اقدرش اقول لك حاجه معينه تعلمها دي تزود بيها دخلك، ما كل واحد شخصيته مختلف. في واحد ممكن قدام الكاميرا مثلا ممكن يعمل فيديوز، في حد تاني لا هو شخصيته مثلا ممكن يبقى هو ورا الكاميرا، ممكن يبقى بيخرج فيديوهات، ممكن يبقى بيكتب حاجه، ممكن يبقى شغال في التسويق، شاطر في البيع، شاطر في التحليل وبتاع، فممكن يشتغل في البرمجه. كل واحد حسب شخصيته. فهي لو انت مش عارف ايه الحاجه، يبقى خش بقى ايه، استكشف من كل، يعني خد من كل بستان زهره كده، خش اتفرج، استغل وقتك الفاضي كله ان انت تتفرج على حاجات مفيده لحد ما تشوف ايه الحاجه اللي هي ممكن تبقى مهاره تتعلمها تقدر بيها تزود دخلك. يعني اجيب فلوس ازاي وانا طالب؟ اتعلم مهارات. يعني ما فيش حاجه تانية اقدر اقولها، اتعلم مهارات. كل ما يجي قدامك اي حاجه فيديو مفيد تتفرج عليه، وما يكونش هدفك ان انت تجيب فلوس، لان لو ده هدفك ان انت تجيب فلوس في اسرع وقت مش هتيجي. لا، هو هدفك ان انت عايز تشتغل على نفسك وتطور من مهاراتك في الحياه بشكل عام. ما دخلتش الكليه اللي بحلم بيها، حياتي واقفه، مش عارف اعيش حرفيا، وكلام كتير قوي. انصحني والله يا جماعه، الكليه مش هي اللي بتحدد مصير الواحد في الحياه بجد والله، بالذات يعني النظام التعليمي الحالي اللي هو يا جماعه يعني الكليه حاجه والحياه حاجه تانية. يعني انت كل اللي بتتعلمه في الكليه بتاخد بس شويه اساسيات وكده، بس الحياه بعد كده انت لو ما اشتغلتش على نفسك، طورت مهاراتك في المجال بتاعك حتى او في مجال تاني، مش هتشتغل. يعني هكلمكم على مثال، مثلا عندي في طب الاسنان مثلا، حرفيا الدكتور اللي اعتمد بس على دراسه في الكليه وطلع اشتغل في السوق، دلوقتي هو صفر على الشمال، مش موجود. انت بتطلع بتتعلم، بتسمع بقى في حاجات جديده نزلت، في ابحاث جديده، في اجهزه جديده نزلت في السوق. فقصدي ايه؟ قصدي ان الكليه حلوه مهمه وكل حاجه، ولكن مش هي اللي بتحدد مصير الواحد. احنا في زمن دلوقتي في كميه انفتاح مش طبيعيه في الحياه بشكل عام، في نت، في وظائف اتفتحت، في اونلاين، في مهارات. انت ممكن مش شايف نفسك دلوقتي في اي حاجه، وده طبيعي، بس الفكره ان انت اشتغل على نفسك. يعني اتعلم حاجات كتيره جديده. انا لو حد مثلا 5 سنين فاتوا قال لي ان انا هكون بعمل فيديوز، مش هصدقه. انا مش شخصيتي كده خالص، انا شخص هادي جدا، ما عنديش الثقه ان انا اطلع اتكلم قدام الكاميرا كده. فدي مهاره انا اكتسبتها، انا ما اتولدتش كده. يعني اللي متابعني شاف لي اكيد فيديوهات وانا ما كنتش عارف
اقول كلمتين قدام الكاميرا. فقصدي ان انا ايه، الواحد ما بيكونش نازل مرسوم له الطريق بتاعه. انا كان عندي ضعف في حته الثقه في النفس والكلام قدام الكاميرا، اشتغلت عليه. انا بقول الفيديو على سبيل المثال يعني، ده بقى ممكن تطبقه في اي حاجه في حياتك. فبجد الكليه مش هي الدليل على اي حاجه خالص يعني. ازاي تتخلص من عاده سيئه وروتين مش تمام مبوظ حياتك؟ انا ديزاينر وشغال الحمد لله، بس الذنب ده محسسني بملل اني اتعلم اكتر. والله الحل عشان الواحد يتخلص من اي عاده سيئه في حياته او اي حاجه كده، هو ان انت تسحل نفسك في شغل. ملهاش حل تاني. وقت الفراغ هو الكارثه يعني، هو اكبر كارثه موجوده في حياه الواحد. طول ما انت قاعد فاضي او في عندك وقت فراغ، والوقت الفراغ ده على فكره انت المفروض الواحد يحدد يعمل ايه في الشغل ويعمل ايه برضه في وقت فراغه. لان انت لو سبت نفسك في وقت فراغك مش محدد انت هتعمل فيه ايه، هتسيب بقى مخك وهواك يوديك في اي حته بقى. فالحل ان انت تسحل نفسك في شغل، ولو انت هتاخد وقت فراغ حدد في وقت الفراغ ده هتعمل ايه، واعمل حاجات بتحبها، بس حاجات تكون ما تضركش او حاجات مش غلط. فمثلا انت بتقول لي مثلا انت ديزاينر، شغلك على فكره مش مقتصر بس على ان انت تديزاين، او ان انت مثلا يجي لك شغل فتروح عمل الديزاين. لا، انت ممكن مثلا ايه، والله انا عايز اتعلم اكتر عن الديزاين، هخش اتعلم تكنيكس جديده في الفوتوشوب او في الالستريتور مثلا، هشوف ايه اخر ابديتس نزلت في الفوتوشوب الجديد او الالستريتور، هدخل اشوف قنوات اللي بتتكلم عن بيزنس الديزاين، ازاي تتعامل مع العميل بشكل احسن، ازاي تتعلم مهارات التفاوض علشان لو عميل جاي قاعد يقول لك اللوجو ده غالي، الديزاين ده غالي، تقنعه ازاي، تتعلم ازاي ترسم مثلا بالتابلت، يعني ايا كان. في كميه مهارات يعني. حته ان انت بتخلص شغلك وتروح بالليل دي ما بقتش نافعه في الزمن ده. انت دلوقتي بقى في منافسه شديده والناس كلها بتتعلم وبتطور من نفسها. فهو مش الشغل بس، لا، هو في حواليه حاجات كتيره قوي، ومهارات سوفت سكيلز وهارد سكيلز ومش عارف ايه فالحاجات دي كلها اسحل نفسك فيها، عشان انت مثلا ديزاينر في الليفل ده دلوقتي، فانت تطمح ان انت تبقى ديزاينر في التوب ليفل. فاهم قصدي؟ فهو الحل بس في اللي انت بتقوله لي موضوع الروتين مش تمام، ان انت تسحل نفسك الحاجه اللي انت بتحبها اللي هو الشغل اللي انت شغال ده، وتعلم وتطور نفسك عشان تبقى مختلف عن الناس اللي حواليك وتحقق نجاحات اكبر ان شاء الله. ازاي نخلي شغفنا يكمل في حاجه ببدا الحاجه وعلى طول ببدا افقد الشغف، سواء رسم، تصوير، اديت؟ الموضوع مزعج. هو الموضوع مزعج فعلا، وانا نفسي بعاني من الموضوع ده جدا، وانا دلوقتي بعاني منه في التصوير. بعد ما كنت شغوف بيه جدا جدا، فجاه بقيت مش زي الاول او مش حاسس نفس الاحساس بسبب حاجات كتيره يعني. اكثرهم واعتقد يعني هو ده السبب، ان انا عانيت جامد في الفتره اللي انا حاولت ان انا بقى ايه احول الموهبه دي لاكل عيش، او ان انا ادخل منها فلوس، وما عرفتش بسهوله. عافرت 3 4 سنين كانوا صعبين قوي. فبدات ان انا خلاص فقدت الشغف لاي حاجه مش بتجيب لي دخل، او لان انا في الاخر مسؤول. فبقيت حته ان انا انزل اصور لمزاجي بس بقت صعبه قوي عليا يعني. وانا كنت متضايق قوي من الموضوع ده في الاول، بس بدات اتصالح معاه يعني. الفكره ان الواحد ممكن اهدافه او اولوياته بتتغير. ما انكرش ان انا نفسي ان انا ارجع تاني اعمل حاجات لمزاجي، وان انا اصور واعمل حاجات فنيه وكرييتيف، بس ان شاء الله ان شاء الله تيجي يعني. بس في الوقت الحالي هو ده الوضع يعني. بس خليني ما بقاش محبط برضو، انا بتكلم عن كيس بتاعتي انا، ازاي تخلي الشغف يكمل. هو الفكره ان الاعتماد على الشغف بس، انت معتمد على حاجه هشه جدا، لان انت بتربط انجازك بحاله نفسيه معينه، ان انت تكون حاسس احساس معين، فانت مش على طول هتكون حاسس الاحساس ده. فالاسلم او الاحسن ان يبقى في شغف، ولكن في قاعده تانية اقوى منها، ان انت تقع بقى في حب الانجاز. ان انت مثلا يبقى انا عندي هدف ان انا خلال مثلا الشهر ده اكون عملت كذا وكذا 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 وكذا، بغض النظر انا حاسس بشغف تجاههم ولا لا. والشغف بيجي بقى لما تشتغل على حاجه ولما تبدا. ساعات كده يكون الواحد ملوش نفس يعمل اي حاجه، بس مجرد ما يحط ايده فيها تلاقي الحاجه فرطت منه وخلصت. ولما الحاجه تخلص الواحد بيبقى فرحان قوي. فافتكر دايما احساس الايه، الفرحه اللي بتحسه لما الحاجه تخلص. مش لازم يبقى فيه دايما شغف موجود علشان يحركك عشان تعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها دي. فحط هدف ان انا هعمل كذا، والهدف ده لو تقيل على قلبك قسمه اهداف صغيره، وليكن مثلا بالسطحيه والتفاهه، ان مثلا ايه، لو انا مثلا عايز ارسم، فاقول مثلا ايه، خلاص انا اول تاسك هرص الترابيزه اللي هرسم عليها مثلا او كده، وهحضر الالوان والفرش مثلا، واروح اعمل صح. الخطوه اللي بعديها هفتح مثلا الكراسه واحط خطين 3 كده اللي هبدا بيهم الرسمه. بعد كده هبدا. المهم ايا كان ايه الطريقه، بس قصدي خلي الانجاز هو الهدف مش الشغف هو اللي يحركك يعني. طيب احنا كده خلصنا البودكاست الجزء العام. انا تقريبا دخلتهم في بعض. فالاسئله اللي جايه دي بقى كلها اسئله ايه، متخصصه بقى في حته الكرييتيف بشكل عام يعني. بخصوص تصميم الجرافيك، هل اقدر اشتغل في شركه دعايه واعلان وانا لسه طالب، مع العلم عندي خبره 2 وبورتفوليو محترم؟ يعني عادي، ما دام البورتفوليو محترم الشركات مش هتفرق معاها في حاجه يعني، ان انت طالب ولا مش طالب، عادي ممكن تشتغل. جرب قدم يعني. فكره في ان انا لا انت هتكون عارف ولا انا هكون عارف ولا حد هيكون عارف، ان انت
تبدا في الحاجه ايا كانت، او ان انت تبادر ان انت تقدم وتجرب. ده هيعلمك اكتر من اي حاجه. ازاي نتجنب او نقلل الارت بلوك؟ بتيجي عليا فترات بحلل واتفرج على افكار كتير وبحس ان دماغي واقفه برضه. الارت بلوك اللي ما يعرفوش ان هو لما يكون حد بيعمل حاجه فنيه فيحس فجاه ان هو مخه واقف ومش عايز يعمل اي حاجه، ودي حاجه مشهوره جدا وكل الناس اللي بيعملوا اي حاجه فيها ابداع بيمروا بيها. والله الارت بلوك ده ساعات بيبقى حله فعلا ان الواحد يفصل شويه، وساعات بيبقى حله ان الواحد يتفرج على حاجات وياخد انسبيريشن او الهام من حاجات بحيث ان هو يرجع تاني ويعمل حاجات كرييتيف. ولكن ساعات بتبقى الدنيا مقفله خالص، فيبقى الحل ان هو يفصل من كل حاجه تماما ويبعد حتى عن الحاجه اللي هو بيحبها دي شويه، ويسيب مخه لوحده كده ياخد وقته. في ناس بتاخد معاها الموضوع يوم، يومين، اسبوع، اسبوعين، شهر، لو هي حاجه طبعا مش مؤثره على الحياه او ان مثلا فيها اكل عيش او كده. فساعات الواحد لما بيبعد ويسيب بقى نفسه لوحده كده مع افكاره، مع الحياه حواليه، لما مثلا يخرج يشوف الدنيا، يشوف البحر، يشوف السماء، يشوف بتاع، تلاقي ممكن يبدا تجيله افكار تانية. فمش دايما الحل ان الواحد يقعد يدخل افكار كتيره 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 زي ما هي بتغذي المخ، زي ما هي مثلا تعمل احباط. الواحد مثلا ممكن يكون لسه بادئ فيتفرج على حاجات عاليه جدا فيحس ان هو بعيد قوي عن المستوى ده، فيكتئب، فيحس ان انا قدامي ولا 100 سنه عشان اوصل للليفل ده. فمش دايما الحل ان الواحد يعمل انبوت، يدخل يدخل يدخل. لا، ساعات ان الواحد ممكن لفتره من الفترات يوقف تماما، ممكن يكتفي بالانبوت اللي عنده ويسيب بقى ايه مخه يعني يهدى كده شويه لحد ما يبدا يطلع الايه الحاجات، الافكار اللي عنده تبدا تطلع بشكل يعني سموز كده والدنيا تمشي. في سؤال بسيط قوي بس مهم قوي بيقول لي كيف نبدا؟ كيف نبدا؟ بس كده، ده السؤال. ده سؤال حلو قوي بجد، لان انا مقتنع ان اكبر مشكله في اي حاجه الواحد عايز يعملها في حياته ان هو يبدا. البدايه دي اصعب حاجه فعلا، لان الواحد بيفضل عايش جوه مخه وجوه افكاره فتره كبيره جدا، وبقى ايه الحل؟ ان هو يبدا. لان انت كل اللي في دماغك ده كوم، وارض الواقع حاجه تانية خالص. انت ممكن تكون فكره قاعده سحلاك بقالها سنين، ممكن تطلع احسن فكره في الدنيا، وممكن برضو تطلع فكره منيله بنيله وملهاش اي لازمه وانت بس موهوم. ففكره ان انت تبدا، الواحد بيخاف يبدا علشان عايز يعملها مثاليه وبيرفكت، بس بالعكس انت ممكن تبقى انت في دماغك فكره اصلا مش حلوه او مش عمليه او مش هتنفع تتنفذ. فالحل ان انت تبدا علشان تعرف الفكره دي حلوه هنكمل فيها، ولا الفكره دي خلاص انا ايه الفكره دي مش ظابطه فانا خلاص هشيلها من دماغي وانقل على اللي بعدها. فما تسيبش في فكره سحلاك او في حاجه في دماغك او في حاجه انت عايز تبداها وقاعد بقى مستني وتخطط لها. هي الفكره ان انت شوف ايه اول خطوه واعملها. يعني لو انت عايز تبدا تصور فيديوهات، خلاص صور اول فيديو ونزل اول فيديو. هي كده ملهاش حل. هتبدا بقى مخك يقعد يقول لك طب بس الاول هستنى اجيب كاميرا. لا ابدا. طب ما معلش، طب يعني طب هتفرج على، لا ابدا. طب هشوف الاول سلسله كورسات يا عم ابدا وبعدين اتعلم وانت شغال. الواحد لو عرف يتجاوز مشكله البدء دي بس، هتلاقي الموضوع العجله قرت والدنيا مشيت لوحدها. يعني حد بيقول لي هل المونتاج من التليفون سهل اتعلمه لوحدي ولا لازم اتعلم توتوريال من قناه؟ ما ده نفس بقى برضه الموضوع. ممكن هي النهارده تروح تفتح اليوتيوب وتشوف المونتاج من التليفون سهل ولا لازم اتعلم توتوريال من قناه. طب ما تشوفي توتوريال من قناه وتشوفي ايه رايك ونجرب وننزل فيديو كده ونجرب نعمل مونتاج ونشوف، ويبقى احنا كده ايه خدنا خطوه وبدانا. ففكره اللي هي الايه انا عايز ابدا يوتيوب اعمل ايه، او مثلا انا عايز ادخل برمجه، ايه نفسي اتعلم التصوير، ماشي دي حاجات جميله. يعني ما يعني الكلام ده امتى؟ لو العلم دلوقتي يعني اللي هو في حد محتكر العلم كده وايه حطته كده في مفتاح وقفل وبتاع، والسر بقى اللي هيخليك تعرف السر ان انت تبدا اليوتيوب موجود في البوكس. لا، انت لو دخلت على اليوتيوب دلوقتي على جوجل كتاب كيف ابدا اليوتيوب، كيف اعمل مونتاج من الموبايل، كيف هاو تو اديت فيديو، اي حاجه موجوده على النت. ففكره ان انا اقعد اسال اسئله وانا لسه على الشط، يا عم ما نخش بال رجلك. ازاي ما اخافش من الكاميرا وشكلي وان الناس هتقول ايه؟ سؤال مهم جدا. فكره ان هو احساس الخوف ده بيقل مع الوقت. هو بيبقى جامد قوي في اول فيديو، بعد كده هينزل وبتاع، بعد كده تاني فيديو، تالت فيديو، هتحس ان الدنيا ماشيه يعني مفيش حاجه حصلت. وده الحل الوحيد، لان انت مش هتتعلم مش هتتطور غير لما انت تنزل فيديوهات كتير. فلازم هتمر بالاحساس الوحش ده، بس بيروح والله وتتخطاه، وبعد كده انت بتحسن من نفسك وبتتطور، وبعد كده بتوصل لمرحله ان انت خلاص انت واثق في نفسك، وبيجي لك ناس بتهاجمك وناس بتتريق وناس كذا بتاع، بس انت في الاخر انت عندك هدف وماشي عليه وخط وطريق. الموضوع فعلا بيتحسن مع الوقت. ازاي اوصل لاكتر عدد؟ انا عندي صفحه ببيع عليها حاجات هاند ميد ومش عارفه انتشر. ده طبعا دي مشكله ليها علاقه بكذا حاجه، ممكن المحتوى نفسه، ممكن التسويق نفسه مش مظبوط. فاي حد عنده حاجه اونلاين، في حاجه اسمها اونلاين ماركتنج. احنا طبعا في مصر هنا ما بنعديش بالخطوات دي، بنخش على طول كده وعايزين حد
حد يعمل لنا اعلان سبونسر، وهو الاعلان السبونسر ده يعني اخر حاجه اصلا في الموضوع. يعني الفكره في ان هو ايه اصلا ماركتنج بلان او ايه خطه التسويق ليه الناس مثلا ممكن تشتري المنتج الهاند ميد بتاعي مش بتاع المنافس. انا مش خبير في الحته دي، بس انا خدت في فتره من فترات كورس اونلاين ماركتنج وكده، وانبهرت من الحاجات اللي الواحد كان جاهل عنها. يعني مثلا احد الحاجات اللي انا كنت اتعلمتها كانت حلوه قوي، بيقول لك ان الماركتنج علشان تقنع حد ان هو يشتري في 3 مراحل: awareness consideration decision. awareness يعني الوعي، consideration يعني ان هو يبدا يفكر، decision ان هو يقرر ان هو يشتري. فدول ايه باختصار؟ الواحد لما يجي يسوق لحاجه، انا مثلا لو جيت دلوقتي قلت لك نبيع اجود انواع الريموتات عندنا في المحل، اشتري مننا، انت ايه اللي هيخليك كواحد قاعد على النت طول اليوم بتشوف مئات الاعلانات ما كانش الاف الاعلانات كل يوم ان انت تشتري مني؟ يعني ايه اللي انت اديتهولي في الاعلان ده ان انا اشتري منك؟ انا ما اعرفكش، انت شخص غريب عني وجاي تبيع لي حاجه. الناس عاده ما بتحبش الناس اللي بتيجي تبيع لها حاجه، ولكن انا ممكن اعمل معاك لعبه حلوه قوي. اول حاجه لعبه الاويرنس، ان انا اقول لك ايه مثلا لما تيجي تشتري ريموت لازم تاخد بالك من كذا حاجه. اول حاجه تتاكد ان مثلا خامه الصنع مثلا ما اعرفش عامله ازاي، تاكد ان الباب ده مثلا بيتفتح ويتقفل، تاكد ان الزراير بتاعتها تكون ناعمه، تاكد ان بتاع ما اعرفش ايه، وما تجيبش سيره خالص ان هو يجي يشتري منك. فيبدا ايه، انت ظهرت له مره بالشكل ده فهيبدا يركز معاك. بعد كده تروح عامل فيديو تاني ازاي مثلا ايه، ما انا بتكلم على الريموت كمثال يعني، فاهم قصدي؟ ازاي مثلا لو انت محل بيبيع مثلا اساس مثلا، ازاي تضمن ان الليزي بوي مثلا اللي انت هتجيبه مش كذا. في طب الاسنان مثلا، حاجات لازم تاخد بالك منها عند دكتور السنان بتاعك مش انا ما بقولش لحد يجي عندي، انا بقول لك بنصحك نصايح بشكل عام تعمل ايه يعني او كده في حياتك بشكل عام. لما يبدا يشوفك كتير يبدا ان هو يطمن لك ويحس ايه ده حد ثقه وبينصحني وكده. دي مرحله الاويرنس، انت بتدي له وعي عام. بعد كده تاخده بقى في رحله ان انت تحول الموضوع ده بقى على عيادتك بقى في الاخر، تقول مثلا المميزات اللي المفروض تكون في المكان اللي انت بتروحه، بعدين تحط اسمك في اخر البوست مثلا او ترشح حاجه عندك انت. بعد كده تبدا تحط بقى الايه السيرفيس بتاعتك بقى، فساعتها هو هيكون اوريدي عرفك من قبل كده وحبك من الحاجات الكلام اللي انت قلته قبل كده، وحس فعلا ان انت بتفيده، فيبدا يتعلق بيك ويثق فيك. انا كلام عام شويه، ما اعرفش ده هيفيد اللي سائل السؤال ولا لا، ولكن يعني ملخص الكلام ازاي يوصل لعدد اكبر. يعني حاجات كتيره من ضمنهم الماركتنج. ممكن الحاجه التصوير بتاعها مش مبهر، التصاميم بتاعت الحاجه مش مبهره. عارفين مثلا في فيديوهات دلوقتي منتشره اللي هو ناس بتقعد ترمي ازايز على السلم وتتكسر وكده، ففي ناس دلوقتي استخدمت الطريقه ان هي تجيب مثلا ثانيتين من الفيديو ده وبعدين تروح داخله تقول لك ايه مثلا معلش قطعتك مثلا، انا حبيت بس ان انا الفت انتباهك في اول الفيديو عشان تتفرج، انا عندي براند مثلا كذا كذا وبصرف على التسويق كتير ومش عارف اوصل للناس، فحبيت بس ان انا ايه اوريكم المنتجات بتاعتي كذا كذا كذا. فالناس بتنبسط بالحاجات دي وممكن تشتري فعلا، ان هي تبقى حبت صاحب البراند، ان حست ان في كونكشن او مشاعر موجوده بينهم وبين صاحب البراند، مش مجرد ان هو حد بيبيع لهم وخلاص. بس كده، ده كان اخر سؤال معانا النهارده، ودي كانت نهايه الحلقه. اتمنى تكون فكره البودكاست عجبتكم، ان انا اكون دردش معاكم كده وبجاوب على الاسئله. واكتبوا لي في الكومنتات لو عندكم اي اسئله او اي اقتراحات للحلقات الجايه. وبس كده، دي كانت نهايه حلقه النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي.